اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا أمتك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي في الله، أحبتي في الله، صلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي وأخوتي في الله، بأشكر كل أخت انضمت جديد لقناتنا، ونسأل الله العلي العظيم إنه نكون إخوة متحابين في الله. نسأل الله العلي العظيم إنه يجبر خاطركم ويكرمكم ويرضى عنكم ويعطيكم ما تتمنون. نسأل الله العلي العظيم إنه يجعل قناتنا هذه شاهدة لنا لا علينا، ويجعل مشاهدتكم إنا في ميزان حسناتكم يا رب يا كريم. إذا أول مرة يا أخواتي بتشاهدوا قناتي فضلا وليس أمرا، اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس واختاروا الكل حتى يصلكم إشعار بكل فيديو جديد بننزله. وما تنسونا بدعوة بظهر الغيب ولكم بالمثل إن شاء الله. ما تنسوا التعليق ومشاركة القناة حتى نكبر أخوة وأخوات متحابين في الله. الله يكرمكم ويرضى عنكم. والحمد لله رب العالمين بفضل الله عز وجل قدرنا نعمل ونوفر فطور إن الحمد لله من المعلبات اللي كنا مستلمينهم، رغم إننا بنعاني منهم من حساسية وزوجي من النقرز، إلا إنه الحمد لله الموجود عنا نعمة وخير كتير من رب العالمين. الحمد لله كله بأجره الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله ولعنا النار، طبعا كل قطاع غزة الحين على النار. الحمد لله سخنت علبة الفول، حطيت لها مية نظيفة، عملت له دقة. طبعا الدقة ما فيش توم، فبنحط توم بودر. الدقة هي عبارة عن فلفل وتوم بودر، لأنه ما فيش صحيح، لو في صحيح حطه صحيح، وليمون كمان ما فيش والحمد لله، وملح، ونزلناهم. وكان عندي طحنية، هذه الطحنية تقريبا من رمضان كان فيها آخر إشي. الحمد لله حطيناها مع الفول وعملنا الحمص وكاسة شاي، والحمد لله. اللهم أدمها من نعمة واحفظها من زوال يا رب يا كريم يا الله. أحبابي وأخوتي في الله، الحمد لله دائما أوصي نفسي وأوصيكم. أنا لما بحكي على الفيديو بحكي لنفسي قبل ما بحكي لكم عن أي شيء. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دائما يا أحبابي الصبر يا أحبابي عند الصدمة الأولى، عندما تتلقي الخبر. أول إشي هذا هو مقياس إيمانك، هو هذا مقياس الإيمان بربنا. بيعرف ربنا بيعرف إيمانك بهذا الوقت، الإيمان الحقيقي في هذه المرحلة. ومن صبر واحتسب بشره الله بالأجر والثواب. فأحبابي في الله، علينا أن دائما نصبر ونحتسب ونتوكل على الله عز وجل، هو حسبنا ونعم الوكيل. وربنا قال إيش؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون يجزون جزاء لا يقاس، جزاء لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنهم صبروا واحتسبوا. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. ونسأل الله العلي العظيم إن نكون منهم يا رب يا كريم يا الله. ونبي الله صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. ففي كل حال المؤمن طبعا رابح وفايز بالجنة إن شاء الله بإذن الله تعالى، بس عليه إنه يصبر ويحتسب في النعمة، يشكر الله، في البلاء يصبر ونحمد الله ويشكره الحمد لله، لأنه هذا قدر الله. البلاء يا أحبابي قد يكون دليل من محبة الله عز وجل، وهو طريق لرفع الدرجات ومحو السيئات.
نسأل الله العلي العظيم أنه يغفر لنا ويمحو سيئاتنا وأخطائنا، لأنه كلنا نخطئ وخير الخطائين التوابين. فالصبر كنز، فالصبر يا أحبابي كنز من كنوز الخير، لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. فالبلاء سنة إلهية من عند الله عز وجل. اصبروا وما صبركم إلا بالله. اصبروا يا أحبابي في الله، فالصبر هو توفيق من الله، فاستمدوا من الله عونكم، هو العون الوحيد لنا، العون الوحيد هو الله عز وجل لنا. فاصبروا واحتسبوا وفوضوا الأمر إلى الله الواحد الأحد. فأحبابي في الله صلوات الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط والعياذ بالله فعليه السخط. فأحبابي أخوتي في الله، علينا إن دائما نصبر ونحتسب ونتوكل على الله عز وجل في كل أمور حياتنا، لأنه الخير فيما اختاره الله لنا، ونحن مسيرين في هذه الدنيا. ونسأل الله العلي العظيم دائما الدعاء يا أحبابي. لما ندعو الله عز وجل صح الدعاء بغير من القدر، ولكن الحمد لله قدر الله نافذ، يعني كل إشي كاتبه إن الله راح نشوفه. فادعوا أنتوا، ادعوا الله عز وجل وتوكلوا على الله، وأحسنوا الظن بالله عز وجل، أحسنوا الظن بالله عز وجل، لأنه إن أحسننا الظن بالله عز وجل فربنا راح يكرمنا ويعطينا. ونسأل الله العلي العظيم أنه يجعلنا من المؤمنين الصالحين الصابرين المحتسبين الأجر. نسأل الله أن يكرمكم ويرضى عنكم ويجبر خاطركم ويغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمين يا رب العالمين، يا الله يا كريم. فأحبابي في الله، الحمد لله على كل حال. هي سفرتنا وهي فطورنا الحمد لله، اللهم أدمها من نعمة واحفظها من زوال يا رب يا كريم. وهدول الخبزات كانوا آخر إشي عنا، وخلص الطحين من عنا اللي كان موجود اللي قبضناه. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين. مخابز ما فيش طبعا، في خبز طابون وفي خبز فينو صاروا بالأسواق، يعني هيك جهد شخصي من الناس بيعملوه بيبيعوه. فأنا قلت خلاص بما أنه الحمد لله رب العالمين في فينو، راح نعمل لكم همبرجر، والهمبرجر الفلسطيني كيف بده يكون يا أحبابي. تابعونا وشوفوا كيف الهمبرجر تبعنا. يعني الحمد لله الأولاد نفسهم مثلا بيحكوا لنا يا ماما نفسنا في همبرجر، نفسنا في لحم، نفسنا في كباب. يعني إشي هذا طبعا ملغي من قطاع غزة كله بأكمله، ولكن إحنا بنحاول نجتهد، بنحاول نعمل أطيب وصفة وأطيب أكلة لأولادنا وأهلنا وأحبابنا. الحمد لله يعني نخفف عنهم أشياء بسيطة من هالمعاناة اللي بنعانيها، ولكن مثل ما قلنا لكم نصبر ونحتسب على هذا البلاء والابتلاء، ونحن في نعمة، والله نعمة وخير كتير من رب العالمين الحمد لله. ولئن شكرتم لأزيدنكم. ما علينا إلا نصبر ونحتسب ونشكر الله عز وجل على الضراء قبل السراء، على الضراء قبل السراء. الحمد لله رب العالمين. طبعا يا أحبابي مش بسهولة بنوفر هذه الأشياء، مش بسهولة لما بتشتري خضرة، مش بسهولة لما بتشتري لك أي إشي، ولكن الحمد لله رب العالمين نحتسب ونسأل الله أن يضع لنا البركة في كل شيء. الحمد لله. أول إشي في علب اللحم البيف، لحم زي الإكسترا هيك مفرومة، وحطينا راس بصل مبشور وبقدونس ومعلقتين طحين ومعلقتين نشا معلقتين بقسماط، وممكن برغل، معلقتين برغل يكون منقوع بمي ساخنة، منقوع، ويعني بعد ساعتين هيك بنحطه عليهم. حطينا ملح وفلفل أسود، بهار دجاج، بهار شاورما، فابريكا، يعني البهار اللي بتحبيه حطيه، يعني يغير من الطعم. حطيت توم بودر، بصل بودر، لأنه التوم طبعا مش موجود. والحمد لله عجنتهم مع بعض وصارت عنا الحمد لله همبرجر. نعمل خير كتير من رب العالمين. اللهم أدمها من نعمة واحفظها من زوال يا رب يا كريم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.
الحمد لله رب العالمين، وكورناها وعملناها والحمد لله. رضا الإنسان لما بيكون راضي والحمد لله بيكون سعيد بقضاء الله وقدره له، الحمد لله رب العالمين. ما علينا إلا نرضى وربنا راح يرضينا يعني. فمن رضي فله الرضا. فنسأل الله العلي العظيم أن يرضينا ويرضيكم، اللهم آمين يا رب يا كريم. أحبابي أخوتي في الله، أنا بوصي نفسي قبل أن أوصيكم دائما بالصبر، لأنه لو اطلعنا على الغيب لاخترنا إلا اللي كتبه الله إلنا. قال ابن القيم إيش قال لنا؟ لو كشف الله الغيب لعبده لاختار ما اختاره الله له. فالبلاء يا أحبابي يمكن يعني يحمل إن أشياء فيها رحمة لا تراها، يعني أنت، ولا يعني تعرف فيها ولا تطلع إليها في الغيب، فالله هو المطلع عليها وإلها حكمة. إحنا مش فاهمين هذه الحكمة، إنه ليش الله ابتلانا هيك، ليش الله عملنا هيك. في حكمة من وراء هذا الموضوع كلياته، في إشي إحنا مش عارفينه، ولكن الله الحمد لله عارفه. وإحنا مع الأيام راح نكتشف إنه هذا خير كان إنا من الله عز وجل. فالمؤمن لا يصاب بمصيبة إلا كانت له نعمة في دنياه وآخرته. فيا أحبتي في الله، إذا اشتد البلاء فاعلموا أن الفرج أقرب، وإذا طال الليل فإن الفجر آت لا محالة. فاصبروا فإن بعد كل عسر يسرا، وبعد كل حزن فرح، وبكل دمعة بسمة بإذن الله تعالى. فما علينا إلا نصبر ونحتسب. أحبابي وأخوتي في الله، في الرضا مفتاح سعادة. السعادة هذه يا أحبابي ما بحسش فيها إلا اللي بيكون راضي بقضاء الله وقدره. مش لازم تكون حياتنا يعني مثالية وحياة رفاهية وهيك عشان نشعر بالسعادة، لا. هاي من أشيائنا البسيطة هذه عملنا يعني وأسعدنا أولادنا وكانوا سعيدين جدا جدا بهذه الوصفة. والله يعني كل واحد عملت لهم واحد قالوا يا ماما بدنا كمان. عجبتهم الطريقة وعجبتهم الوصفة. عادي بأي إشي بنرضى وبنرضي أنفسنا بأولادنا، لأنه إذا كنا راضيين بنشعر بالسعادة. فعلشان نفرح ونكون سعيدين، افرحوا بكل ما لديكم. أي إشي بسيط يكون سعيد فيه بتشعر بالسعادة فيه. كون سعيد وراضي فيه بتشعر إنك يعني الحمد لله أتميت هذا الإشي ومبسوط فيه. فاستعينوا بالله واطمئنوا ووكلوا الأمر لله وحده، هو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله. هيهم صارت الهمبرجر تبعتنا الحمد لله جاهزة. الحمد لله. كان عندي كاتشب وكان المايونيز في آخريته، يعني قديم كان عندي، ولكن الحمد لله استغليته، يعني خلينا نكسبه في أكل قبل ما يخرب. اللهم أتمها من نعمة واحفظها من زوال يا رب يا كريم. فأحبابي في الله، ما تنسوا مشاركة القناة بين أحبابكم حتى نكبر فيكم أخوة وأخوات متحابين في الله. وإذا عجبكم الفيديو فضلا وليس أمرا شاركوه بين أحبابكم وتركوا لنا تعليق حلو مثلكم. الله يجعل في ميزان حسناتكم. وما تنسوا اللايك ومشاركة القناة ودعوة إنا بظهر الغيب.